في قلب مدينة الفاتيكان المهيب تختبئ أسرار غامضة تحيط بها جدران صماء وأروقة عتيقة تعود إلى قرون خلت. يسير الزائر بين أرفف الأرشيف الرسولي المعروف سابقاً باسم الأرشيف السري مترقباً ما يلفه الغموض من أسرار. فهل يخبئ هذا الصمت طلاسم ومعرفة منسية قد تغير موازين القوى في العالم؟ في هذا الفيديو سنغوص معاً في أبرز هذه الأسرار ونكشف الستار عن أكثرها إثارة للجدل. يمتد الأرشيف الرسولي على نحو 85 كيلومتراً من الرفوف، ويضم آلاف الوثائق والرسائل التي تراكمت عبر قرون طويلة. رغم أن البابا بندقتوس السادس عشر خفف من استخدام تسمية الأرشيف السري عام 2019، لم تختفي التسمية الشعبية بعد. يرى البعض أن هذا الأرشيف يضم رسائل سرية لملوك وملكات، وخططاً دبلوماسية حاسمة، ورسائل تتعلق بفرسان الهيكل الذين برأتهم، وثائق مكتشفة صدفة عام 2021 وأفرج عنها عام 2787-2007، بيد أن الباحثين منحوا حق الاطلاع على المجموعات المتاحة بعد الحصول على تصاريح رسمية وسط إجراءات مراقبة دقيقة، مما يضع حائط صد بين الحقيقة والتعاطي الإعلامي مع مصطلح السري. لطالما وضعت الكنيسة الكاثوليكية قوائم بالكتاب والكتب المحرمة، وحظرت هذه القوائم رسمياً عام 1966. يزعم بعض ممن يشيرون إلى نظرية المؤامرة أن الأرشيف يحتفظ بنسخ سرية من مخطوطات مفقودة مثل إنجيل مريم المجدلية أو مخطوطات تكشف عن أسرار خاصة بالقديسين، إلا أن لا دليل رسمياً على وجود مثل هذه الوثائق المحظورة، كما أن أغلب الباحثين الرياضيين لم يعثروا إلا على المخطوطات التي أعلن عنها رسمياً. في عام 2024 عبر بعض الباحثين عن رغبتهم في أن يفتح الأرشيف البابوي باب البحث عن أدلة عن وجود زيارات فضائية، وظهرت أقوال من مسؤولين استخباراتيين سابقين تزعم أن البابا بيوس الثاني عشر تسلم معلومات حول تحطم مركبة فضائية خلال الحرب العالمية الثانية، لكن سكرتير الأرشيف نفى هذه المزاعم واعتبرها بلا أساس، مشبها البحث عنها بطلب نسخة من مذكرات بونتيوس بيلاطس أو رسائل خاصة بالعذراء مريم. من جهته رحب مرصد الفاتيكان بطرح سؤال وجود حياة ذكية خارج الأرض، مؤكداً أنه لا يتعارض مع العقيدة، ولكن لا وجود لوثائق رسمية تشير لإثبات ذلك. تتداول بعض وسائل الإعلام الشعبية نظريات عن احتواء الأرشيف على مخطوطات لطائفة سرية تسمى بريوري أوف سيون، أو أدلة على زواج المسيح من مريم المجدلية، وحتى قيل إن الفاتيكان يخبئ تابوت العهد أو الرمح المقدس في أروقة سرية، بل إن البعض تحدث عن جهاز يدعى كرونوفيزور يتيح السفر عبر الزمن، لكن لا أثر لأي وثيقة تدعم هذه القصص، فهي أقرب إلى أساطير خيالية تعيش في عالم التخمين. تتوزع على شبكة الإنترنت اليوم عشرات الفيديوهات والمقالات التي تزعم تورط الفاتيكان في مؤامرات عالمية، من السيطرة على مصائر الشعوب إلى خلق أوبئة مثل كوفيد-19 عبر فيروسات معدلة. وهناك أيضاً إشاعات عن السر الثالث لظهورات فاطمة ومحاولة للسيطرة على الكنائس الأخرى، لكن مراجعة الخبراء وعلماء التاريخ تصنع فاصل الحقيقة من الأسطورة، إذ يرفضون ربط الأدلة الملموسة بمثل هذه الادعاءات التي لا تقوم على مصادر مثبتة. في نهاية هذه الجولة يظل الفاتيكان صندوق أسرار مفتوحاً على حفرة من التساؤلات. هل سيأتي يوم تفتح فيه كل الأبواب دون رقابة؟ أم أن الغموض سيظل وسمه العريض؟ ندعوكم الآن لمشاركة آرائكم. ما هو أكثر سر أثار فضولكم؟ وهل تؤمنون بأن هناك وثائق محرمة خلف الجدران الحجرية؟ اكتبوها في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من حكايات الغموض والإثارة. إلى اللقاء في فيديو قادم، حيث نكشف جانباً آخر من أسرار التاريخ.